قضية صدمات الرأي العام. أمال بنت المغرب اللي تزوجات إفريقي، أشنو غادي طرا ليها فاش غتمشي معاه لبلادو، وعلاش غادي تنتقم منه، وكيفاش القضية غادي تسالي بميكات ديال اللحم في الفريكو. قضية رونات البوليس في قنيطرة ودارت ضجة اللي كبيرة، ميكات فيها اللحم د بنادم مليوحة في البركاسة. سلام الله عليكم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال نتوما وحبابكم. قضيه اليوم غادي تهزنا لمدينه القراصنه. قصتنا غادي تبدا من عند عائله كبيره متكونه من 9 نفوس، الام الاب وسبعه ديال الدراري ما بين الاولاد والبنات. وسط هذا الخير كامل كاينه امال بطلة قصتنا اليوم. البنت الوسطانيه في خوتها، بنت عاديه في قريتها، ولكن جمالها كان ملفت بحال الشمعة مضوية وسط الظلام. الأب خدام على كروسة وكيبيع الخضرة، الأم ربة بيت. حياة عنوانها البساطة، خاصة إلا كانت العائلة تبارك الله كبيرة، رزقهم على قد الحال. ساكنين في دار قديمة اللي ورثوها على جداتهم وعايشين مجموعين مع الورثة. أمال قراوها بحالها بحال خوتها حتى وصلت للباك. جربات حظها عامين وما جابش الله، فقررت تخدم وتعاون راسها وتعاون دارهم بالنيفو اللي عندها. خدمات شوية مع واحد الكاتب عمومي، ولكن الفلوس ما دايره شي، قليله. من بعد سمعت على واحد الشركه كاينه في قنيطره ديال الكابلاج، خاصهم الناس. واخا غادي تقول لي بلي حتى هذا الدومين راه ما فيش بزاف د الفلوس، ولكن داكشي اللي لقات. تعدي بالنعاله حتى يجيب الله الصباط. دفعات السيفي، عيطوا ليها والحمد لله تقبلات. كرات مع البنات واحد البورتما كتجي هذيك 300 درهم في الشهر، ما بين الماكله المصروف. كتشيط لراسها شويه وتصيفط لدارهم شي حاجه. المهم معافره مع الوقت وغاديه حتى تلقى شي حاجه محسن. خدمات عام كامل مع هاد الشركه بلا مشاكل بلا صعاب. ساكنه مع البنات واكله شاربه، كتشوف دارهم خاصها حتى شي خير. في اول كونجي ليها نزلت لسلا، جلسات مع دارهم شي 15 يوم، ارتاحت، شافت الدار، الامور بخير وعلى خير الحمد لله. سالا الكونجي رجعت للقنيطره، هي وصحاباتها قالوا مع راسهم اجي قبل ما ندخلوا التماره ندوزوا واحد النهير زوين ونيت نتقداو هذاك الشيء اللي كيخصنا في الشهر. البنات كلهم وافقوا، لبسوا تقادوا، وقبل ما يمشيو يتقداو جلسوا في واحد القهيوه اللي كلاس. من الكونسوماسيون ديالها تعرف الناس اللي كيجلسوا فيها عشكون وشكون. وهنا غادي يدخل الافريقي في الحكايه. حنا كلنا افارقه، ولكن نتوما عرفتوني بالضبط على من كنتكلم. امال طاح عينيها على هذا الافريقي هذا، جالس بوحدو، حاط البيسي ديالو قدامه خدام عليه، لابس مزيان، الرويحه كتشمها هي هذيك، السويرتات فوق الطبله، نظرات، ابتسامات، تبادلوا النوامر. ومن بعد بداو كيهضروا في الواتساب. مره كيعيط ليها في التليفون شي 15 يوم ديال الايام. واحد النهار قال ليها اجي نخرجوا ونتعرفوا اكثر على بعضياتنا. امال كدوي الفرنسي على قد الحال، ومع ذلك كتعافر وكتزير وكتخرج هذيك الفرنسي وكتكملها بالاشارات. وحتى هذاك الافريقي عاش في المغرب هذه سنين فكيفهم شويه العربيه. المهم امال خرجت معاه مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، ولات بيناتهم واحد العلاقه اللي محترمه ما فيها لا هادي ولا هادي. عرفوا بزاف د الحوايج على بعضياتهم، ومن اهم هاد الامور هاد الافريقي ما كانش مسلم. ولكن امال ما عمرهاش راسها بهاد الحاجه، يكون مسلم ما يكونش مسلم، حنا اصلا غير كنخرجوا مع بعضياتنا. نهار تكون شي حاجه ديك الساعه غادي نجلسوا اطابل وندويو على هاد البوان هادي. السيد فين ما كيخرجوا كيجيب طوموبيل جديده، تليفون غالي، الحوايج غير الماركات، والفلوس موجوده. واحد المظهر اللي كيعكس بلي هاد السيد عنده واحد الارتياح مادي. امال داتو جابت معاه في الهضره، عرفاتو بلي انجينيور وخدام في واحد الشركه كبيره كاينه في كازا، وباللي كان خدام في الفرع الرئيسي ومن بعد حولوه لقنيطره، وهذه سنين هو معاهم. فامال دورتها في راسها مزيان وقالت بلي هذه هي الفرصه اللي غادي تخرجني من الفقر. قالت مع راسها علاش لا، بزاف د البنات تزوجوا هذا الزواج المختلط وصدق ليهم، وحتى انا نكون واحده منهم، علاش لا. نهز راسي ونهز دارنا ونبدل الوضعيه ديالي ونكون حتى انا فحالي فحال كاع عباد الله. السيده شافت الطوموبيل والحوايج والفلوس موجوده وكيسكن في واحد الحي اللي كلاس في احسن احياء ديال قنيطره، فاكيد غادي تفكر بهذه الطريقه. من الاخر امال دارتو وسط عينيها، نهار على نهار حتى ولات سيمانه، شهر على شهر حتى ولاو شهور. هاد السيد ولف امال وتعلق بها وجبد معها موضوع ديال الزواج. قال لي انا بغيت نزوج بيك، اشنو خاصني ندير؟ السيد ما عارفش العادات ديالنا ولا التقاليد، قال ليها وريني العادات ديالكم باش يلا نتزوجوا. هي هذيك امل مشات لدارهم في واحد الويكاند، جبدت الموضوع مع والديها، قالت لهم باللي راجعني رزقي وهذا الرزق افريقي. الاب ديال امل راجل درويش وهما اصلا ناس دراوش، ولكن خوتها شويه ولاد الوقت،
قافزين. قالوا ليها ودي واش انتي متاكده السيد راه براني وما كنعرفوا عليه والو، والعالم الله اشنو داير في بلادو وعاداتهم وتقاليدهم، واش غتقبلي بيهم؟ عندك تندمي. قالت لهم لا ما غاديش ندم، هاد السيد ارتاحت ليه والله يعمرها دار وبين فيه ظريف بدارو بخدمته وبكل شي ليه، ويقدر هاد الفرصه هي اللي تكون عندي في الحياه نضيعها نضيع. اب امال سولها قال لها ابنتي واش السيد كيعرف الله واش مسلم؟ هنا امال كذبات قالت ليه مسلم، كيصلي كيمشي للجامعه، من الخدمه للجامع للدار، وحنا كلنا عارفين باللي ما بينه وما بين الاسلام على الخير والاحسان. هنا بوها قال لها مادام الراجل مسلم وكيعرف الله وباغيك بالحلال وجاي من الباب، اعطيه العنوان وقول ليه يجي لعندي ونتوكلوا على الله. من رجعت امال للقنيطره تلاقات مع مول دعوتها قال لها شنو درتي؟ قالت لها ودي شنو كاين راهم موافقين وما عندهم حتى شي مشكل، ولكن كاين واحد المشكل صغير، راه سولوني على الديانه ديالك وقلت لهم بلي راك مسلم. قال لها ولكن انت راكي عارفه بلي انا ماشي مسلم. قالت لي اودي ماشي مشكل، الا بغيتي تزوج بيا مني سولو قول لهم راني مسلم على ود الوراق وهذاك الشيء. امال هنا دارت اكبر خطا في حياتها واللي غادي تخلصوا بالغالي بالغالي، ما عارفاش ولا ما باغاش تعرف، هي دارت قدامها تخرج من الفقر وصافي تبدل الوضعيه باي طريقه باي وسيله، المهم تولي من الناس الاخرين وتعيش. الا ان الحياه اللي كتكون بعيده على الله ماشي حياه اصلا وما غتديك فين. ما علينا، هاد الكلام الناس قلال اللي كيفهموه، غير شكون وشكون اللي غادي يفهم المعنى ديالو. مشى معاها في الطريق اللي قالت، مشى لدارهم وقال لهم اييه سيدي انا مسلم. بداو في الوراق والاجراءات باش يلاه دغيا يتزوجوا ويعيشوا مع بعضياتهم. جمعوا الوريقات، قادوا داكشي اللي خاصهم، حطوا الدوسي وتسناو، حيت هاد الزواج المختلط كياخذ شويه الوقت. امال بقات في خدمتها، السيد كاين في خدمته، كيتشاوفوا ديما. واللي عجب امل كثر في هذا الافريقي انه ما عمره ما طلب منها شي حاجه خايبه، من اللي بالي بالك كيحترمها ويقدرها، وهذا الشيء اللي خلاها تمشي معاه في هذا الطريق بلا ما تعرف بلي هذا الطريق بلا رجعه. خرجوا الوريقات، طيحوا العقل الافريقي غيدير الامل واحد العراسيه فاعله تاركه. اش منك ذهوبات، اش منك الحومات، كبر بها وسط عائلتها، وداك الشيء اللي قالت ليه داروا بالحرف، ما خلاش السيد من جهده الحق يتقال. حتى من مو اختو جاو فرحوا معاه في هاد الليله وليله العمر هادي. سالت الليله تفرق المجمع وهي مشات معاه للدار اللي قال ليها بلي راه ديالو وشاريها مجهزه ومفرشه وفي واحد الموقع اللي زوين فوق نيطره. وما غنقولش لكم على الفرحه ديالت امل كيفاش كانت، هذاك الشيء اللي بغات لقاتو، وقالت مع راسها الدنيا فرحات ليا وحلات ليا البواب ديالها وصافي الفقر سيفيني سيفيني. واخا ماشي مسلم ولكن بالنسبه لامال هذه حاجه اللي التفاصيل صغيره ما كنتسوقوش ليها، الايمان كاين في القلب. غادي نعيشوا في الهنا والفرحه 6 شهور في المغرب، حتى لواحد النهار غادي يجي من الخدمه غادي يقول ليها بغيت ندوي معاك في واحد الموضوع مهم. تغداو سالاو فتح في الموضوع. نعم سيدي، الشركه بغاتني نمشي لواحد الفرع واحد اخر 6 شهور، وهذا الفرع كاين في البلاد ديالي النيت الاصل ديالو وخاصك تمشي معايا. في الاول قالت لي امال اودي خليني في المغرب وسير انت قضي الغرض ديالك وخدم ورجع، انا هنا غادي نبقى مع والديا، مره يجيو عندي مره نمشي عندهم وهي هكذا. قال لي هلا انت مرتي وفين ما مشيت وحطيت رجلي تحطيها معايا، وانا ما نقدرش اصلا نعيش بلا بيك، كنبغيك ونيت تعرفي على عائلتي دارنا تشوفيهم يشوفوك العادات ديالنا. شاورت بوها وقال ليها كلام راجلك كلام معقول، خاصك تكوني حداه بجنبو وتسانديه. وهذاك الشيء اللي كان. جمعات حوايجها قادت الوريقات شدوا الطياره. وهنا بدا الوجه الثاني من الحكايه. امال غتشوف حياه واحده اخرى، عائلته عايشين في واحد الوضع اللي مكرفس، ماشي هذاك الشيء اللي قال ليها. مني سولاتو قال ليها بلي هذا الشيء اللي نتيا كتشوفيه هنا راه حنا هما اللي لاباس علينا في هذه المنطقه، لان الوضع في المغرب ماشي هو الوضع في بلادي. فطلق عليها الهضره وهي ما كان عليها الا تسمع وتضيق وتسكت. المهم سكنها في دار اللي بوحدها، دار على قدها عاديه، دوزاتها بجغيمه ديال الماء، ولكن الجو كان سخون ما قدرش تأقلم، بحكم انها هي موالفه تعيش في سلا وقنيطره وهادو مدن اللي ساحليه. غادي تدوز هذيك 6 شهور وفين ما كيدويو معاها والديها كتقول لهم باللي كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله هو هذاك. حتى جا الوقت يرجعوا للمغرب ورجعوا، حطوا رجليهم في قنيطره، دوزوا شهر في المغرب. حتى واحد النهار مشات امل عند البوليس كتبلغ باللي راجلي خرج ما رجعش، وهذا النهار الرابع مازال ما جا. كنعيط ليه ما كيجاوبش. سولت في الخدمه قالوا لي ما جاش، ما عرفتش شنو غادي ندير، فين غادي نمشي، شنو غادي ندير. راه جيت عندكم نعلم ونقول لكم شنو كاين.
البوليس خدا المواصفات، طول العرض الشكل ديالو اللون ديالو كلشي والمعلومات عليه. دار خدمته وقلبوا في السبيطارات اللي يكون السيد دار شي اكسيدون داخل في شي غيبوبه وما عرفوش المعلومات ديالو، قلبوا في الكوميساريات اللي يكون مشدود وما ما عرفوش شكون هو والو. الراجل ما كاينش. قال لي هياك مرجع لبلادو انت ما فراسكش. قالت ليه لا ما يمكنش لان الباسبور ديالو راه كاين في الدار وحنا اصلا يلاه جينا من تما يلاه هادي شهر. السيد تقول تبخر ما كاينش الاثار ديالو. سير سيدي واحد 10 ايام على البلاغ حتى لواحد النهار راجل من هادوك الناس اللي كيسترزقوا من الازبال معروفين بسميت البعاره، ها كله ورزقه من نعيبوا في الارزاق ديال الناس كله ورزقه. هاد السيد في الصباح بكري كيقلب على داكشي اللي قسم ليه الله في الطارو، تيجبد من هنا ويحيد من هنا. وكيف ما كنعرفوا هاد النوع ديال الناس كيدوز مع الصباح بكري قبل ما يدوز الكاميون، وهو كيقلب هنا ولهي حتى كتبان ليه واحد الميكا متلجه بارده وتيبان فيها داكشي بحال الماء احمر متلج شويه الكحوليه قاصها جاتو مكلاصيه. قال نحلها يقدر يكون فيها شي طرف ديال اللحم نعطيها على الكلب ديالي. حلها السيد عينيه وساعو داكشي اللي شاف ما طاحش ليه في البال هذاك النهار غيشوفو. ايد بشريه مكلاصيه. ديك الدهشيره الراجل سد الميكا بالزربه ورجعها وطرفها في واحد القنيته. خاف ليه يهزها معاه وتصدق لاصقه فيه هذيك المونتيف ويقولوا ليه انت هو مولاها. مشى الراجل كيجري للكوميساريه اللي حداهم، رجع وجاب في يديه البوليس وراهم الميكا. لقاو فعلا هذاك الشيء اللي قال ايد بشريه. جوج حوايج اللي يقدروا يعرفوا من النظره الاولى: الايد ديال راجل لانها كبيره زيد عليها البشره سمراء صافي هادشي اللي يعرفوه. جاو تقنيين مسرح الجريمه هزوا هذيك الميكا وداوها للتشريح باش يعرفوا شكون مولاها من البصمات. قبل ما يخرج التقرير البوليس شافوا البلاغات ديال المفقودين واش عندهم نفس المواصفات قريبه بعيده. ما يطيحوا عاف امال اتصلوا بها علموها بلي لقاو واحد الحاجه اللي تقدر تكون عندها علاقه بالزوج ديالها. فعلا من بعد ما خرج التقرير من ورا 3 ايام غادي يكتشفوا بلي هذيك الايد ديال راجل امال من البصمات ديالو، واول مشتبه فيه غتكون هي امل. حقوا معاها سين جين واش عنده اصدقاء. قالت لهم بلي انا ما عمري ما شفتو مع شي واحد. واش عنده علاقات مشبوهه. قالت لهم لا، راجل محترم انجينيور خدام في واحد الشركه اللي كبيره وعطاتهم السميه ديالها. البوليس غادي يمشي لهذيك الشركه وغادي يسول عليه وغادي يلقى بلي السيد انجينيور وهادي 4 ايام ما جاش ومراته بالفعل جات عندنا للشركه وسولت عليه. سولوها واش عنده شي اعداء. قالت لهم لا، راجلي من الدار الخدمه. ولكن امال داكشي اللي فكرت فيه وخطط ليه خرج ليها بالمقلوب. علاش؟ لان الايد ديال راجلها لقاو فيها بصمه تانية واللي ماشي ديال راجلها. وهنا البوليس غادي يقارن البصمه ديالتها مع ديك البصمه اللي لقاو وغادي تكون متطابقه مع البصمه ديالها. هنا امال تزيرات والبوليس زيرها اكثر ما عندها فين تهرب. خرجت الحقيقه كيسيف من فمها وجهها تبدل فيه اللون. قالت لهم نعاود لكم من الاول. هاد السيد تلاقيت بيه في المغرب تزوجنا وجلسنا في المغرب 6 شهور ومن بعد مشينا لبلادو. هذاك الشيء اللي دوز عليا ما عمري ما شفتو في حياتي. كنت نقول لوالديا بلي راني بخير وعلى خير باش ما يخافوش عليا. العصا والضرب والسبان. علاش؟ حيت عندهم واحد العاده اللي ما عرفش واش كاينه غير في هذيك المنطقه ولا في ديك البلاد كامله. هنا البوليس بكل استغراب قال لها اش من عاده هذه. قالت لهم كيتبادلوا العيالات. قالت لهم نهار قالها لي رفضت وما بغيتش ضربني وسلخني عصا وقلت لي هادشي راه حرام. قال لي انا ما كنعرف لا حلال لا حرام واصلا انا ماشي مسلم وهددني باللي غادي يقتلني. فكان تيبزز عليا بالعصا وتيخليني نبات مع صاحبه. هذا ليله لور ليلتين حتى هو كياخذ عيالاتهم وهكذا عندهم القضيه غاديه. انا ما قدرش نتقبل وحسيت براسي توسخت. هذاك الوسخ اللي ما كيحيدش لا بالماء لا بالصابون وما كان عندي ما ندير. البوليس قال الامال علاش ما هربتيش؟ علاش ما مشيتيش للسفاره؟ جاوبتهم باللي الا خرجات كيصيفط معها شي واحد كيراقبها وباللي كيهددها باللي هنايا كاين على الخلا وما كاين اللي غيعرفك وهنا الناس كلهم كنعرفهم وكنعرف الاطباء غادي نصفيها لك. وشي واحد يكتب لي رابور باللي السيده راه ماتت بالملاريا ولا بشي حاجه. فهي تهزات وتخلعت وكانت كدير هذاك الشيء اللي كيقول ليها. فامل قالت مع راسها نسايسو حتى نرجع لبلادي. وديك الساعه ننتقم. رجعنا وخليته شهر كنفكر اشنو غادي ندير ليه وكيفاش غادي ننتقم منه. شريت موس كبير هذاك اللي كيذبحوا به الحواله ومقده كبيره وميكات بيضين ديال الفريكو. في واحد النهار
جلس حدايا وخليته يحس باللي انا ما هزه في خاطري والو، وعادي داكشي نسيتو وداز. حتى جبت واحد العراوه اللي كنت مجدعه وهزيتها حتى للفوق وضربت بها على مال جهدي، وعاودت عاوتاني الضربه الثانيه حيت الحرام عليه صحيح طاح فوق الارض. درت معاه اللازم، خليته حتى يتسقطر، سيقت حيدت الريحه، بديت كنقطع طرف طرف حتى ساليت، ودرت الطروفه في الميكا، كل طرف في ميكا وحطيتهم في الفريكو. وكل نهار كنخرج كنهز في يدي ميكا وكنلوحها في شي قنيته. الميكا اللي القلب واعر هي الميكا الرابعه. البوليس التحق بالشقه وغادي يحلوا الفريكو وغادي يلقاوها عامره بالميكات في الطروفه باللحم كحل، وهذا الشيء اللي كيثبت التهمه عليها القتل مع سبق الاصرار والتمثيل بالجثه. امال تكرفسات وانتقمت بيديها والحكم كان بالاعدام. بزاف منكم غادي يتعاطفوا مع امال، صحيح هي تمحنت وصحيح هي تكرفسات، ولكن وقفوا واحد شويه. امال بالنسبه لي وبزاف ديال الناس غادي يتفق معايا مذنبه في حق راسها. علاش؟ حيت نسات ربي ونسات طريقه. حنا من امه محمد وفي كتاب الله وصانا ونبهنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. الآية 219 الصفحة 35 سورة البقرة. تبعات الفلوس المظاهر ونسات ما هو حسن. لو صبرات لكان ربي عوضها بولد الناس اللي يصونها ويكون بها ويهز من مقامها ويعلي من شانها. مهما حاولت يا إنسان أنك تخبي جريمتك خلف قناع ديال البراءة فصوت الحق لا يصمت. المجرم في حق نفسه أو في حق الناس مني كيطول عليه المدة ديال الستر ديال الله سبحانه وتعالى تيقول راه صافي ما كاين عقاب، وكيزيد يتمادى في الخطأ ديالو كتر وكتر. هاد امل كون ولدات هادوك الولاد اش من مله غتكون عندهم ولا اش من دين غادي يتبعوا؟ هذا ماشي نشر الفساد في الارض واللي نهانا عليها سيدي ربي. فالله يمهل ولا يهمل. الحاصل الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب.